اهلا بكل حبايبي ومتابعيني. عامله معاكم النهارده مقرمشات الافران الملح. حاجه كده تحفه يا جماعه، سهله وبسيطه متاخدش وقت خالص، وطعمها خطير. عامله منها كذا شكل، مثلثات والدواير، وعامله منها برضو مربعات. تحفه. رشه بقى كده عليها شويه جبنه رومي مبشوره، وفي محطوط عليها سمسم، وفي محطوط عليها ينسون وشمر. طعمها حلو جدا. هدوقها بقى واوريها لكم شكلها من جوه عامل ازاي. اهو شايفين، خطيرة. يلا بينا نشوف عملنا ايه. هنيجي هنا بسم الله الرحمن الرحيم. معايا كوبايتين من الدقيق، هحط عليهم معلقة صغيرة بيكنج باودر، ونص معلقة من كل حاجة. كاري، ملح، فلفل اسمر حاجة بسيطة قوي، وسكر. من كل حاجة دي نص معلقة. البيكنج باودر معلقة. خلاص، وحطيت هنا شوية شمر وينسون بيدوا ريحة وتحفة. عايزة تستغني عنهم شيليهم. وحطيت هنا ربع فنجان من الزيت او الزبدة اللي عندك حطيه. هقلب بقى المكونات دي كويس جدا لحد ما تدخل كده كلها في بعض. وعندي هنا المية الدافية هعجن بيها. تمام، هفضل اقلب بقى في العجينة لحد ايه ما اشوف كده خلاص كده ما شاء الله العجينة لمت. بقى هعجن بقى بايدي عشان احس اذا كانت العجينة محتاجة دقيق او محتاجة مية تاني ولا لا. ما شاء الله ما شاء الله، مش محتاجة حاجة، الدنيا كده كويسة طالما لمت كده معايا. هنضف بقى البولة بتاعتي كده وانضف ايدي، وكده خلاص العجينة بقت زي الفل. هسيبها بقى كده على جنب لمدة مثلا 10 دقايق عقبال ما اسخن بقى الفرن، واطلع الصينية اللي هعمل فيها والكلام ده كله. خلاص سبتها هنا 10 دقايق. ما شاء الله العجينة جميلة جدا وطرية قوي. خلاص انا فردت هنا كيسين تلاجة كده، فتحتهم ودهنتهم بدهنة زيت بسيطة جدا عشان العجينة ما تلزقش مني. وهبدأ بقى افرد بالنشابة بتاعتي لحد ما اوريكم السمك هيبقى عامل ازاي. كل ما تكوني عايزاه مقرمشه اكتر كل ما يكون السمك بتاعها رفيع. خلاص اهو شايفين بقى سمكها، حاجه بسيطه جدا. هاجي بقى هنا بالقطعات بتاعتي. ده شكل نجمه هعمله اهو، باي قطعه عندك اللي يريحك. وممكن تعملي كمان في شكلين دلوقتي هعملهم معاكي من غير قطعات خالص، بالسكينه كده او باي قطعه عاديه عندك. خلاص هرسهم بقى في صينيه مدهونه برضو دهنه زيت خفيفه قوي اهو. خدت بقى العجينة الباقية فردتها تاني، نعمل شكل تاني معانا. انا عملت كده شكل دايرة، بس حددتها كده بالطبق عشان تطلع معايا دايرة مظبوطة. هشيل الزيادات بتاعتي خالص، ودي هقطعها تقطيعة عادية خالص. هتشوفوا دلوقتي دي شكل المثلثات. خلاص بسكينة بقى او بالقطاعة اللي انا بعمل بيها دي، هقطع الدايرة كده لنصين، والنصين لربعين، وكل ربع 3 قطع زي ما انتوا شايفين بالظبط كده. ممكن تعمليها بالسكينة عادي خالص اهو. شايفين بقت شبه مثلثات الجبنة اصلا. هشيلها بقى وانقلها برضو في الصينية. نيجي لشكل تاني بالكوباية عادي خالص، نعملها دواير صغيرة. وبعد ما عملتها نجيب اي شاليمو عندي كده، واعمل التخريمات اللي انتوا شايفينها دي، بتدي شكل حلو قوي برضو بأسهل الامكانيات عندك في البيت. خلاص خلصت كل ده. هجيب بقى هنا معلقة لبن وحطيت عليها يعني سنة زعفران صغيرة جدا عشان تديني اللون الاصفر الحلو. هنا بقى عندي جبنة مبشورة رومي، حطيت كده على بعض المثلثات حبة جبنة مبشورة، واحط شوية سمسم، واحط برضو عليها لو عندك حبة البركة. للأسف انا ما كانش عندي. وهنا شوية شمر وينسون، دي بقى طعمها خطير. وشوية سمسم كده. هدخلها بقى على الفرن تقعد تقريبا لمدة 10 دقايق لو فرنك مشغل من قبل. خلاص هديها بقى حقها كده في التسوية. وشايفين ما شاء الله لازم تاخد شوية احمرار كده عشان تطلع مقرمشة اهو. شايفين شكل الجبنة الرومي بقى ساحت عليها خطيرة. ودي صينية تانية برضو كنت عاملاها الباقي. هبدأ بقى ارصهم كده معاكم في طبق نضيف. خطيرة يا جماعة، حلوة جدا للتسلية، حلوة وولادنا هم بيذاكروا كده يقزقزوا فيها كده. ولو عجبكم لايك وشير.